وفوز عمان. إذا المغرب راح ترافق السعودية. المغرب 0-0 السعودية. داخل منطقة الجزاء عرضية على مستوى التحكيم الذي تم تطبيقه. هي السبب المحاولة الأولى. هنا خطف فنسد الأطلسي ووصلت إلى المرمى. يبحث بكل تأكيد عن الوصول من أجل التعادل. كرة بمحاولة رأسية خطيرة جدا. ركلة مرمى هذه الرأسية من الدولية الثانية مع المنتخب المغربي. أمامية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة وخطيرة، لا زالت حاضرة. رأسية مغربية أستعرف بوجود ركلة الجزاء. بينالتي علامة الجزاء. حمدان يا حمدان ضيعت الملعب. شوف التسديدة من الصامبي والإبعاد. كرة تصل إلى ركلة مرمى على مستوى